بقايا الأمس فينا، ما أقسى الحنين. مرحبا، كيفكم؟ أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. من ما نزل الفيديو اللي فات تقريبا 10 أيام. يعني أنا اليوم حأصور الفيديو ده اليوم الجمعة، بس ما عارفة حرفيا حينزل متين، لأنه أنا يعني بجد ما قاعدة ألقى زمن أمنتج مع الأولاد، وما حأقدر أنزل فيديو بصوته زي ما هو، لأنه بجد حيكون عبارة عن جوطة أولادي أو جوطة الشارع أو أي شيء، فبضطر إني أجي أمسح الصوت وأمنتج. فما أعرف حينزل فين، لكن حاحاول أنزله بدري. طبعا ولدي كاسر الدولاب، قلت ليه ماما كسرت الدولاب؟ قال يا ماما انتي قلتي الغرفة دي حقتي والدولاب ده حقي. فأنا ما عارفة يعني كده معناه كسره ولا شنو، فما عارفة. المهم اليوم حاعمل عصيدة، فحدخل المطبخ أعملها عشان نطلع نجيب حياة الكشتة. يلا تعالوا معاي. بصلتين، يا حجركم حاعمل شنو البصلتين دي؟ أنا حاعمل ملح ناعمية بس بطريقتي، طريقة بسيطة وخفيفة. ما بحب أعقد الملاح لأني بزهج جدا. يعني الملاح أول ما يكون معقد أنا بزهج منه، ما بعمله، فبعمل ملاح الناعمية بالطريقة دي. بقطع بصلتين وأكشنهم، وأقطع الطماطم أكشنها معاه. تمام، بعدين أجيبهم أخلط معاهم الزبادي وباقي الحاجات دي. حاجة بسيطة، لأنه أنا حرفيا الطبيخ اللي بيكون معقد بزهج منه. وما عندي زبدة فول سوداني، فحسحن أدعو لي إنه يسحن معاي، فما عارفة حيسحن ولا لأ. الفول ده جبته من لولو. يا جماعة تعبني، ما بيتسحن عرفتوا، بس ما خطير. أنا حأقوم أضيفه مع الحاجات يتحمس، وحاجي أخلطه مع الزبادي، إن شاء الله حيقوم متخلط. ذكرينا يا بقايا الأمس فينا، ما أقسى الحنين. زادنا الشوق أنينا، حدثينا ما لها الجدران خرزا، هل ترى تجفو وتنسى. وبكده الفطور جاهز. ما قدرت أصور العصيدة ولا الشعرية لأني خلاص حأفطر وأطلع عشان أجيب حياة الكشتة. فيلا نفطر. مشينا لولو لحومه حلوة نظيفة، يعني لحومهم نظيفة الصراحة. وغير كده دائما أيام العروض بتلقي عندهم عروض سمحة شديدة على اللحمة. فهنا كنت بفتش على لحمة، بما انه الزمن فات قلت اشيل لحمة متبلة جاهزة، فما لقيت، فشلنا لحمة حنتبلها في البيت. بس حلو لولو، فيه بليلة عدسية وفيه زيت السمسم، الحياة السودانية دي كلها فيه. في زيت؟ كيف ما في زيت؟ تعالوا أوريكم التتبيلة الرهيبة دي أرهب تتبيلة ممكن تتعمل بها اللحمة. ومبدئيا دتهم، المهم كل حاجة يضيفوها أنا حوريكم. بالنسبة للولو، قبل ما تميت لكم كلامي، انه لولو ده رهيب شديد يا جماعة. فيه عروض حلوة للحوم ولأي حاجة. واكتر حاجة عجباني انه لقيت فيه البيضة العدسية، ولقيت فيه زيت السمسم والكركدي والحاجات اللي هحتاج لها في رمضان اذا ما قدرت امشي غبيرة. طبعا بعيدة عني شديد بالنسبة للناس ساكنين شرق الرياض، عارفين انها بعيدة كيف. فمشيوا او كبوا شنو هنا. المهم البهارات الموجودة دي عبارة عن فلفل وكمون وبابريكا وبهارات لحمة، وكمان قطعنا بصل، وعندنا طماطم هنضيفه.
وهنا أنا جهزت الحاجات اللي علي. ده متبل الباذنجان اشتريناه مع اللحمة، عنده سلطات رهيبة شديد. وجهزت الحاجات، عملت الشاي وبعمل في القهوة وخلاص كده نطلع. هنا هعرفكم عن المحل اللي مشيناه. المحل ده قريب مننا ما بعيد، يعني من عندنا من البيت 12 دقيقة. احنا كنا عايزين نمشي، مخططين نمشي طريق السمامة. هناك الكشتة حلوة الصراحة، بس الجو بارد والأطفال والزمن فات أصلا، فقلنا نجي هنا. أصلا المحل ده بيقضي الغرض، حلو شديد، هدوء وفيه ألعاب للأطفال، فيه خيام كمان للناس اللي عاوزة تأجر خيام، فيه خيام بتتأجر. محل حلو صراحة، جنب استاد الملك فهد هو. فاللي عاوزين يكشتوا حاسين انه طريق الحتة البر بعيد يجوا يكشتوا هنا. الصراحة المحل حلو شديد. أول حاجة عملناها بعد ما وصلنا القهوة، بنشرب القهوة ومخبخ، بعدين بنشوف باقي حاجات اللي ورانا شنو. القهوة دي أهم حاجة، القهوة دي سر السعادة بالنسبة لي. فبنشرب القهوة وبعدين بنشوف الحاصل ورانا شنو. يا ماما مش ألعب، البس سيوترك البرد. ماما البس السيوتر. هي ترحان وين بكلمك؟ جهزنا اللحمة وشوينا عليه أنغام إنصاف مدني وناس عجاج. شفت الخليط الماء الجانس ده، والجو كان حلو شديد. جو بجد يستاهل إنه الناس تطلع وتكشت فيه، بس الجو متعب شديد مع يوسف تعبنا في موضوع السيوتر بشكل ما طبيعي. يا يوسف البس السيوتر، يلبسوا شوية ويطلعوا. وشربنا الشاي. طبعا أنا الشاي والقهوة بالنسبة لي أهم حاجة. وبعد ما خلصنا الشاي عملنا شنو؟ لعبنا ليدو، ودي من المرات البسيطة اللي أنا بفوز فيها على عبد الله، فكنت مبسوطة شديد واحتفلت. وكمان شوينا مارشميلو، طعمها قبل الشوي حاجة وبعد الشوي حاجة تانية. تحرك ارفع من النار بتسيح. انت قاعد تفكر كيف؟ من البيت أنا حغير لأولادي وأنا ويمون، وأحاول أبدأ أمنتج الفيديو. لو انتهى معايا الليلة منتجته خلاص حينزل، لأنه في حاجات كثيرة محتاجة إني أحذف الصوت وأسجل، إنه كان عبارة عن إزعاج وجوطة. ولحد هنا يا جماعة يكون خلص يومي وخلص الفيديو معاكم. وما تنسوا تدعموني بالاشتراك واللايك. في أمان الله، مع السلامة.